بالفيديو انهيار وصدمة داخل الإعلام الجزائري بسبب ما حدث للمنتخب المغربي في مقر إقامتهم بالجزائر قبل ساعات من مواجهات منتخب زامبيا، والكاف تتدخل ضد الجزائر. شاهدوا ماذا حصل. ولكن إذا كنت مسلم وتتفق بأن المنتخب المغربي أقوى منتخب في هذه البطولة، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. قبل ساعات من انطلاق مباراة المغرب وزامبيا في كأس إفريقيا للناشئين المنظمة بالجزائر، فقد كشف مبعوث المنتخب المغربي في الجزائر أنه المنتخب الوطني تعرض لحدث شنيع داخل مقر إقامته، حيث قال بأن المنتخب المغربي سمع أصواتا غريبة أثناء نومه في مقر إقامتهم، لكنهم لم يعطوا للأمر أهمية. وفي الصباح عندما استيقظ لاعبي المنتخب المغربي وجدوا جميع أقمصتهم ملطخة ومرشوشة بمادة سوداء، وجدران كذلك مرشوشة بمادة تشبه القطران، مؤكدا أن الأمر له علاقة بالسحر تم رشه داخل مقر المنتخب المغربي على ملابسهم للتسبب في خسارتهم اليوم أمام زامبيا، وكل هذا السحر الذي يغمر قلوب هذا القوم اتجاه المنتخب المغربي الذي حقق فوزا ساحقا أمام جنوب إفريقيا وهزيمة الجزائر المذلة في 3 مباريات في بطولة إفريقيا للفتيان. ويذكر أنه شنقريحة استقبل يوم أمس وفدا من السحرة المحترفين من جنوب إفريقيا بعيدا من العاصمة الجزائرية في مطار التندوف. وبعد هذه الواقعة المؤسفة قررت الكاف أنها لن تسمح بتكرار هذه الأفعال المنحطة، وسوف تفرض عقوبات قاسية على الاتحادية الجزائرية وتفتح تحقيق لمعرفة من وراء هذه الفعلة الشنيعة، كما أنها شددت حمايتها على المنتخب المغربي خلال فترة إقامته بالجزائر حسب ما أكدت مصادر خاصة. وفي النهاية إذا كنت ضد السحرة وضد ما فعله شنقريحة وتفتخر بمغربيتك، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة.